مساء الخير حبايبي درابينا هنا. اليوم عجبنا نسوي خبز عروق لحم الغنم واللية اللي يسموها الطرف. أهل الموصل أحبابنا، كرفس وبصل شوية طماطة وكركم وكاري وفلفل أسود. هاي عجينتنا ويانهن لحم. طبعا أحلى شي لحم الغنم واللية مني ينثرم بالإيد، يطلع يجنن يجنن يجنن. أكلة حلوة وقديمة من درابين أهلنا أهل بغداد ومناطقنا أيضا، اللي مو بس بغداد والجنوب والفرات الأوسط أيضا يسووها، وأهلنا أيضا بصلاح الدين والأنبار. كل منطقة وإلها طريقتها الخاصة. هي أنا هذا هي ذيشي خبزتنا. هذا اللحم شوف شلون مخلوط، عجينة عادية. وهي أنا هذا العجين، هذا الخبز كامل شلون يذوب اللية، شلون تذوب. طريقتها سهلة إن شاء الله، طريقة كلش سهلة وحلوة. أول مرة طحين، نعجن عجينة عادية، نخلي وياه فلفل أسود وشوية كركم شوية كاري، ونخليه يختمر شوية أيضا خمرة وشوية شكر على مود الخمرة تتفاعل. نعجنها عجنة زينة ونخليها تختمر. ورا ما تختمر احنا محضرين الحشوة مالتنا القيمة، شلون ترميها باليدينات. كرفس، بصل ناعم، كرفس ناعم، لحم ناعم، لية ناعمة، طماطاية مو أكثر. والتتبيل يعني مالتها البهارات ما نخلي بهارات هوسة، بس فلفل أسود شوية كاري. شوف شلون خبزاية تطلع ما شاء الله تبارك الله. الخبز عروق أو خبز بلحم من منطقة يختلف. يعني أنا تعلمتها من والدتي، الله يحفظها إن شاء الله، يحفظ أمهاتكم ويرحم أمهاتنا إن شاء الله. أكلة كلش طيبة وحلوة تقليدية أيضا. طبعا هاي بنوتي هي اللي تخبز، هي اللي تعجن، هي اللي تسويها، تحب هاي الشغلات. حلوة البنوتة من تساعد أمها، وأيضا حلوة الأم من تخلي بنوتتها تعرف شلون أشياءنا اللي إحنا تعلمناها من أمهاتنا. طبعا العجينة مالتها تصير مو مثل الخبزة شي أكيد، لأن تعرفون لحم ولية وكرفس وبصل، فعلى مود يرادلها على الراحة على الكيف. يسألوني يقولوا لي يعني خبز عروق من يا دربونا من درابين العراق؟ أنا أقول لهم من درابين بغداد ومناطق بغداد، أطراف بغداد، الأنبار أيضا يسووها، صلاح الدين أيضا هواية ناس تسوي من عندها، والجنوب والفرات الأوسط. أكلة مشهورة، بس عندنا أهلنا بنينوى أهل الموصل الطيبين يختلفون عنا، يسموها عروق، والهناك تختلف. هذيك طريقتها يخلون إياها برغل ناعم وبرغل خشن أو جريش، يخلون إياها يمكن طحين شوية. تختلف يكون القيمة مقسومة نصين، شي ويا العجينة وشي داخل العجينة. أنا حسويها إن شاء الله قريبا إن شاء الله، تونس بيها إن شاء الله. حيجينا رمضان خير وعافية علينا وعليكم، تصير أكلاتنا منوعة وحلوة واليومية دربونة من درابين العراق الحلوة، وأيضا من درابين البلدان المجاورة، مو بس درابين العراق. نخلص درابيننا نروح ندور درابين البلدان المجاورة أو العربية، لأن الأكل العراقي أكل منوع، والأكل العربي أيضا أكل منوع. أشياء نسويها نستفاد، وحدة تستفادي من اللخ. ما بيها شي، حلوة طبعا، طيبة للعشاء للريوق. طبعا كلش طيبة، طعم شي راقي جدا. يا ريت تشتمون الريحة
وذوقون الطعم ايش قد طيب يا حبايبي. بنوتاتي الحلوات، هاي هنيا طلعت الخبزة الحلوة. طبعا هذا التنور كلش 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 مفيد، نشوي بيه خبز، عروق، سمك، أشياء كلش حلوة نسوي بيه، مفيد لأم البيت. وأيضا أمين. الغازي أني أحسبه أمين، أحسه يعني أكثر من الكهربائي، ما أعرف ليش أرتاح لأكثر. دائما أم البيت نحاول ندور لها على الشيء الأمين الحلو اللي ما يأذيها، يعني البيت بلا المرة يضيع والله، خاصة الأم. فدائما نحاول بأنه ندور لنا على الأمان، وبناتنا أيضا غاليات علينا، فدائما ندور شيء حلو حتى لو غالي مو مشكلة، المهم الأمان ماله. يعني أنا هواية شفت أفران مثل هذا يصير مالتهم القشر خفيف، فصالهم ما عجبني، مو أمين، يحرق. هذا كلش راقي، نوعيته كلش راقي، اشتريتها من القلعة من أربيل. حبايبي نقول مساءكم خير، واليوم دربونا من درابينا الحلوة اللي هي خبز عروق العراقي، خبز أمهاتنا وجدياتنا بيبياتنا باجياتنا. احنا عينا للدنيا واحنا نشوف حبايبنا يسووهم، ناس تخبزهم على التنور الطين، يكون روعة 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 روعة، ياخذ الطعم الجميل جدا، طعم الطين ماكو أطعم من عنده. شوفوا شلون الشحم يذوب واللحم. وإن شاء الله يوميا نجرب لنا طبخة من طبخات أهلنا، ويا رب إن شاء الله ينعاد علينا رمضان بالخير وبالصحة والسلامة، تحقيق الأماني، الفرج إن شاء الله، لكل إنسان يتمنى الفرج. ونقول لكم مع السلامة، تصبحون على ألف ألف خير.